قلبتها وسبتها تاني خلاص كده وطلعتها. هعمل بقى الشوربه بتاعتي واصفي. سبت الفراخ كده جفت شويه، طماطميه واحده لو عندك صلصه اوكي، حطيت لها سيكه سكر وملح ومعلقه زيت وبس وكده حلو قوي. حطها تحت الشوايه، لو عايزه تحمريها حمري، عايزه تاكليها كده خليها كده. خدت كبشتين 2 شوربه، طماطميه وبشرتها. ده الملوخيه اللي انا مفرزاها معاكم وسبتها فكت خالص في الكيس، وبعد كده نزلت بيها. شوفوا جمال الملوخيه، اعملوها بنفس الطريقه دي. انا بعملها كده من سنين في الخلاط وبضربها وبحطها وبطلع، بس ما بشتغلش بيها الا لما بتفك خالص. شايفين لون الملوخيه وجمالها؟ ما حطيتش شوربه كتير علشان بس اظبط الملوخيه بتاعتي كده. عايزاها تقيله، عايزاها خفيفه، السمك بتاعها ده حلو قوي قوي كده. يلا بينا خلاص. اول ما تيجي من الاطراف من الاجناب كده تلاقيها بتبقبق، ما تخليهاش تغلي. خلاص انا شلتها. معلقه سمنه، معلقه توم مهوسه، وتاخد اللون الاصفر بتاعها الحلو كده، ونص معلقه كزبره. بس اول ما تاخد لون نص معلقه كزبره ناشفه هنزل فيه. يلا بيها كده كده. ايوه تاخد لون بقى دلوقتي. اول ما تاخد لون يلا بينا، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. الله الله، شميني الريحه، شميني الروائح الجميله دي. يلا يلا بينا. احلى ملوخيه دي ولا ايه؟ واحلى صباح واحلى حبايب قلبي، كلكم كلكم حبايب قلبي. ربنا يرضيكم ويرضى عنكم ويحفظكم ويحميكم ويرزقكم من حيث لا تحتسب. يلا مش شايفين الشوربه وجمالها؟ شايفين الاكل الحلو الطبيعي الحلو ده؟ احلى اكل، احلى اكل بصراحه على قلبي. الرز وريحته وجماله والملوخيه والشوربه مظبوط تظبيط التظابيط. عارفين الاكل اللي مظبوط يقول لك تظبيط التظابيط؟ الفراخ يا دوبك حطيتها تحت الشوايه بس اخدت لون، هي مش محتاجه دايبه. البصل بتاعها ده تاخدي منه بقى كده تحطه على الرز. شوربه جميله، ملوخيه بتاعتنا اكل صحي وجميل. ممكن تعملي بوراك، ممكن تعملي بصدور، ممكن تعملي باجنحه، انت حره بقى. انا قلت لك الفكره، هي فكرتنا اصلا بتاعت اكلات زمان. تعالوا 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 بصي الفراخ اكنك شويها وحطها في الفرن ساعه زمان، وهي ما كملتش نص ساعه من على البوتاجاز عشان اللي ما عندوش فرن. اتكلمت كتير بس كله عشان خاطر عيونكم. بحبكم في الله، ما تحرمونيش من اللف والقلب الاحمر. اتفرجوا على الفراخ وذوبانها وجمالها وتغيير في الطريقه. تمام تمام. هناخد البصل دلوقتي بتاعها، خد البصل بتاعها بحطها على الرز. اعملي سندوتشات مع قطعه فراخ، كله كله شغال. ملوخيتنا الجميله. انا حاطه لها سكر وانا ضربها في الخلاط وانا مخزناها عشان كده ما حطيت لها السكر. الطماطم في الملوخيه بتاكسد معاها ولا تسود ولا عمرها تسود ابدا معاكي مهما تتركن. بس كده، مش هقول اي حاجه تانية. هسيبكم تتمتعوا مع